انت ممكن تفتكر انك لو جبت الحاجة اللي نفسك فيها هترتاح وتفضل مستنيها بالشهور ويمكن بالسنين، وبعدين توصل وتفرح فعلا. بس بعد شوية بتلاقي نفسك بتفكر في حاجة تانية. لو انت طالب بتبقى مستني الامتحانات تخلص، ولما تخلص بتقول يا رب النتيجة، ولما النتيجة تطلع يا رب الكلية، وهكذا. كأن حياتنا كلها عبارة عن محطات، كل ما نوصل لمحطة نكتشف ان القطر لسه مكمل. ولو بصيت على نفسك من بره هتلاقي ان الرغبة وهي لسه بعيدة بتكون ضخمة، تحس انها اهم حاجة في الدنيا، لكن اول ما تحققها حجمها بيصغر جدا وتتحول لحاجة عادية. زي الموبايل اللي كنت فاتح له 20 فيديو مراجعة قبل ما تشتريه، بعدها بشهرين بقى مجرد موبايل. الوظيفة اللي كنت فاكر ان هي هتغير حياتك بعد فترة بقت جزء من الروتين. حتى الاجازة اللي كنت مستنيها طول السنة بمجرد ما تخلص بتفكر في الاجازة اللي بعدها. كأننا بنجري ورا سراب، كل ما تقرب تحس انه خلاص قدامك، لكن اول ما توصل تلاقيه اتحرك لقدام شوية. لان عقل الانسان متصمم انه يتعود، اي حاجة جديدة مع الوقت بتبقى عادية. وده سبب ان الفرحة باي انجاز مهما كانت كبيرة ما بتفضلش بنفس القوة. ده مش عيب فيك، دي طبيعة الانسان. وعشان كده في ناس عندها فلوس اكتر مما كانت بتحلم وبرضه مش مرتاح، ناس حققت شهرة كانت نفسها فيها وبعدها دخلت في اكتئاب، وناس وصلت لمناصب كبيرة جدا ولسه حاسة ان في حاجة ناقصاها. يبقى المشكلة مش دايما في الحاجة اللي كانت ناقصة، يمكن يكون في حاجة جوه هي اللي محتاجة تتفهم. طيب، هل الراحة اصلا بتيجي من اننا نحقق اللي نفسنا فيه، ولا احنا طول الوقت بندور عليها في المكان الغلط؟ قبل ما نجاوب خليني احكي لك عن اكتشاف بسيط لكنه غير نظرة العلماء لجسم الانسان بشكل كبير. في وقت من الاوقات كان العلماء مقتنعين ان في حاجات في جسم الانسان مستحيل نتحكم فيها. يعني ايدك تقدر تحركها وقت ما تحب، تقدر تقوم وتقعد وتجري، لكن تقدر تتحكم في الحاجات اللي بتحصل جواك من غير ما تحس. في الاول كانوا شايفين ان هي شغالة لوحدها ومفيش حاجة تقدر تعملها، لكن مع الوقت ابتدت تظهر تجارب غريبة. كانوا يخلوا الشخص يقعد قدام شاشة، والشاشة دي توريه اللي بيحصل جواه لحظة بلحظة، ولو نبضه عالي يشوفه، لو هدي يشوفه. وفي الأول ما كانش بيحصل أي حاجة، الشخص كان بيبص على الشاشة وخلاص. لكن بعد محاولات كتير بدأ يحصل حاجة ما كانتش متوقعة. بعض الناس قدروا بالتدريب يخلوا أجسامهم تهدى، مش مرة ولا مرتين، لا ده بقوا يعرفوا يعملوا كده كل ما يتدربوا أكتر. ولما العلماء كرروا التجارب دي لقوا إن الموضوع حقيقي، مش مع كل الناس بنفس الدرجة ومش في كل حاجة طبعا، لكن في فعلا مساحة يقدر الإنسان يتعلم ازاي يتحكم فيها. هو كان فاكر طول عمره إنها خارجة عن إرادته، وده كان اكتشاف مهم في حد ذاته. مش لأنه خلى الإنسان يتحكم في جسمه بالكامل، لأ، لكن لأنه أثبت إن جسم الإنسان بيتعلم. زي ما عضلاتك بتتقوى مع التمرين، برضو بعض الاستجابات اللي بتحصل جواك ممكن تتحسن مع التدريب. يعني جسمك بيسمع وبيتعلم وبيستجيب، وكل ما تكرر حاجة جسمك هيبتدي يتعود عليها. وده مش بس في الرياضة، بص على أي واحد بيتعلم يسوق، أول يوم كان بيبقى مرعوب، كل حركة محسوبة وكل صوت حواليه بيشتته، لكن بعد سنة هتلاقيه بيسوق وبيتكلم. ايه اللي حصل؟ العربية ما اتغيرتش والطريق ما اتغيرش، اللي اتغير هو جسمه اتعلم وعقله اتدرب. طيب لو الجسم بيتعلم الخوف وبيتعلم المهارات وبيتعلم العادات، هو يقدر يتعلم الهدوء؟ السؤال ده يبان بسيط، لكن إجابته غيرت طريقة ناس كتير جدا في فهم نفسها. لأن أغلبنا فاكر إن الهدوء حاجة بتحصل لنا لما المشاكل تخلص والفلوس تزيد والظروف تتحسن. لكن تفتكروا هل الهدوء نفسه مهارة؟ أيوة مهارة، زي القراءة والسباحة، في الأول بتبقى صعبة، بعدين مع التكرار بتبقى أسهل. يمكن عشان كده في اتنين يمروا بنفس المشكلة، واحد ينهار والتاني يفضل ثابت، مش عشان حياته أسهل، لكن لأن اللي جواه اتدرب بطريقة مختلفة. ومن هنا بدأ السؤال ياخد اتجاه تاني خالص. إذا كان الإنسان يقدر يدرب جسمه على الهدوء، إيه أكتر حاجة مارسها البشر من آلاف السنين وكان فيها تدريب على الهدوء والتركيز؟ إحنا لما بنسمع كلمة تدريب أول حاجة بتيجي في دماغنا هي العضلات. واحد بيروح الجيم يجري يشيل أوزان، بعد فترة جسمه بيتغير، وده طبيعي طبعا لأننا شايفين بعينينا. لكن اللي مش بنشوفه إن عقل الإنسان كمان بيتدرب، وجسمه هو كمان بيتدرب. يعني لو كل يوم صحيت على صوت منبه مزعج، بعد فترة هتلاقي نفسك بتصحى قبل ما يرن. ولو كل يوم اتوترت في نفس الموقف هتلاقي جسمك أول ما يتعرض للموقف ده تاني هيتوتر تلقائي. يعني جسمك بيتعلم سواء انت واخد بالك أو لأ. إذا كان جسمنا بيتعلم الخوف وبيتعلم القلق ويتعلم العصبية، ليه ما بنستغربش إنه يتعلم السكينة؟ دي أكتر حاجة إحنا ناسيينها، إن الإنسان مش بيتولد هادي ولا بيتولد متوتر، الاتنين ممكن يزيدوا مع التكرار. يعني كل مرة تسيب عقلك يجري ورا كل فكرة هو بيتعود يجري، وكل مرة تدي لنفسك دقيقة هدوء هو برضه بيتعلم يهدى. وده يفسر ليه في أيام بتحس إن دماغك مش ساكتة، عمال تفكر في الشغل وبعدين تفتكر فاتورة وتفتكر موقف حصل من أسبوع وتفكر في حاجة لسه هتحصل بعد شهر. في أقل من دقيقة تكون سافرت بعقلك عشرات المرات.
مع إنك لسه قاعد مكانك، كأن العقل طول الوقت عايز يفضل مشغول، عايز يفضل يجري. لكن هل كل جري مفيد؟ لو واحد فضل يجري طول اليوم من غير ما يقف دقيقة هيتعب جدا ويقع، مش عشان ضعيف، لأن المجهود اللي عمله عالي زيادة عن اللزوم، وأي جسم محتاج لحظة يهدى فيها، والعقل زيه بالظبط. يمكن عشان كده الإنسان من أقدم الحضارات كان بيدور على لحظة يخرج فيها من دوشة الحياة. وهنا بقى تيجي الصلاة، بصلها اللحظة من زاوية تانية. واحد ساب اللي في إيده ويقف مكانه ويبطل جري ويبطل كلام ويوجه كل انتباهه لربه. 5 دقايق ما فيهمش أي سباق ولا مقارنة ولا موبايل ولا أخبار ولا حد مستني منه حاجة، مجرد لحظة خرج فيها من الدايرة اللي كانت بتلف في دماغه. ويمكن ده يفسر لنا ليه ناس كتير أول ما تخلص صلاة وهي بتكون خاشعة وحاضرة بقلبها بتحس إنها ارتاحت، مع إن المشكلة لسه موجودة والديون لسه زي ما هي والشغل زي ما هو والظروف ما اتغيرتش. اللي اتغير هو الإنسان نفسه، مش لأنه امتلك حاجة جديدة، لكن لأنه لو لدقايق بطل يجري. ويمكن دي تكون الفكرة اللي بننساها طول الوقت. احنا ساعات بنفتكر ان الراحة موجودة في آخر رغبة، لكن يمكن الراحة عمرها ما كانت هناك أصلا. يمكن كانت موجودة في اللحظة الوحيدة اللي بتبطل تجري فيها ورا حاجة عايزة. عشان كده الإنسان طول عمره كان بيجري يبحث عن السكينة بره، مع إن أول خطوة ليها كانت دايما جواه.